طبعا يا إخوة، هارون نصراني وصعد معنا أمس. نصراني صح يا شيخ، مش ملحد؟ ايه نصران. تفضل يا هارون. السلام عليكم يا شيخ، مشتاق لك. اهلا وسهلا، تشتاق لك الجنة بعدما تسلم ان شاء الله تعالى. شيخنا، بدي أسألك أسئلة إسلامية، عندي علامات استفهام هيك حابب أفهمهم. بس قبل فينا نحكي عن موضوع امبارح اللي قلنا عن العهد القديم، أين ذكر الروح القدس والابن والآب؟ طيب اسأل أسئلتك الإسلامية وبعدما تنتهي منها نشوف ذلك الموضوع. نعم. شيخنا، أولا لما نزل القرآن الوحي على الرسول، رسول الإسلام، نعم. جبريل لماذا لم يعرف نفسه في القرآن الكريم؟ ليس في السنة، في القرآن. ألم أخبرك يوم أمس أن مصادر التشريع عند المسلمين ليس القرآن وحده بل القرآن والسنة؟ أنت باني من الأساس باني السؤال على فكرة خاطئة، أنك تريد أن تلزم المسلم بشيء هو لا يؤمن به. أنت تريد أن تلزم المسلم أن لا أخرج لي ذلك من القرآن فقط. طيب من قال لك أنني أنا مؤمن بالقرآن فقط؟ بل أنا مؤمن بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دعني أعطيك مثالا ليقرب لك الصورة. أنت مؤمن بالخطيئة الأصلية أم لا يا هارون؟ اللي آدم وحواء خدقوا؟ إيه، مؤمن بها ولا لا؟ نعم. أخرجها لي من الأناجيل الأربعة. مجرد ما سمعوا كلام إبليس هذا خطأ. أخرج لي القصة من الأناجيل الأربعة. موجودين بالإنجيل اللي بيقول هلا ما بدي أحكي شيء، الإنجيل مش قدامي أفتحها وأحكي من نفسي. أنا أريد القصة هذه كاملة، أن آدم جاء إبليس وسوس لحواء وحواء وسوست لآدم، كذا القصة المذكورة في كتابك. أريدك أن تخرجها من الأناجيل الأربعة حصرا، يا إما متى أو لوقا أو مرقس أكيد لما يكون. نعم، لما يكون لا تتعب نفسك. قصة الخطيئة الأصلية لم تذكر في الأناجيل. أين ذكرت؟ ذكرت في العهد القديم في سفر التكوين. في عهد القديم؟ أيوة، في سفر التكوين. نعم. فالعهد القديم هو نعم. هل ترى سؤالي صحيح حين أقول لك أخرج لي هذه القصة من الأناجيل الأربعة؟ أنت ستقول لي طيب أنا الكتاب المقدس عندي مكون من عهدين، قديم وجديد، مؤمن به نعم. كله، صح ولا لا؟ فلذلك المسلم كذلك المسلم مؤمن بالقرآن وبالسنة كذلك. يعني القرآن نفسه لا يكفي للمسلم؟ لا، ماذا؟ القرآن يعني بحاله ما بيكفي للمسلم، منه كافي؟ المسألة ليست أنه كافي أو غير كافي، المسألة أن نحن عندنا الوحي لا ينفك عن بعضه. ما هو الوحي عندنا؟ في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني نحن عندنا الوحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي. ما هو الوحي الذي جاء به؟ قرآن وسنة، لا ينفكان عن بعضهما البعض، زي الدستور والقانون لا ينفكان عن بعضهما البعض. عمرك شفت دولة في العالم القانون ينفك عن الدستور؟ لا، الدستور الأصل والقانون هو التابع للدستور. قانون يكون تابع للدستور، فهمت كيف؟ فلذلك القرآن والسنة غير صحيح أصلا. سؤال هل القرآن وحده كافي؟ أقول لك السؤال غير صحيح. هل السنة وحدها كافية؟ السؤال غير صحيح. لماذا؟ لأن كلاهما وحيان مكملان لبعضهما البعض جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد مكمل للآخر. فلا يصح سؤال هل السنة وحدها كافية أو القرآن وحده كافي. القرآن نفسه هو الذي أمرنا باتباع السنة. القرآن هو الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن هو الذي قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. القرآن الكريم في عدة آيات أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، نهانا عن مخالفته، وأن مخالفته يعني تؤدي إلى الفتنة والوقوع في كارثة. يعني هذا كله نبه عليه القرآن الكريم. فبالتالي القرآن والسنة وحيان لا ينفكان عن بعضهما البعض. نعم. يعني كأنك تقول مثلا هل الدستور وحده كافي للدولة؟ هذا سؤال صحيح؟ ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الدستور والقانون مرتبطات ببعضهما البعض، فلا يصح هذا السؤال تقول الدستور وحده كافي أو القانون وحده كافي. كلاهما مكملان لبعضهما البعض، أصلا تابعان لبعضهما. فحين يكونان الشيئان تابعان لبعضهما لا يصح السؤال
انك تقول هذا كافي ولا هذا كافي. لماذا؟ نعم. زي الانسان مكون من روح وجسد، مكون من روح وجسد. هي ما هي نفسي الروح يعني ما اختلفتش. نعم، فمكون من روح وجسد. لا يصح ان تقول أليست الروح وحدها إنسان، أو الجسد وحده أليس إنسان؟ السؤال خطأ، لأن كلاهما يكونان إنسانا. لكن شيخنا أحدهما ثانية. آخر كلمة بس، لحظة بس، آخر كلمة بس. كذلك نحن عندنا الوحي مكون من قرآن وسنة. شيخنا القرآن أزلي، السنة أيضا أزلي وحي. نعم طبعا كل ما يوحيه الله سبحانه وتعالى، يعني القرآن الكريم، الاختلاف أن القرآن الكريم وحي باللفظ والمعنى في النصوص. اسمعني للآخر حتى تفهم. عراسي. القرآن الكريم وحي باللفظ والمعنى، أما السنة النبوية وحي بالمعنى واللفظ من اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية المعنى حتى السنة من كلام الله سبحانه وتعالى، من وحي الله سبحانه وتعالى من ناحية المعنى. لماذا كل الإسلام لا يقتدون في السنة؟ فئة من الإسلام فينا نقول. لا يوجد مسلم لا يؤمن بالسنة. إذا كفر إنسان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن ملة الإسلام، لأنه لا يستطيع تطبيق شيء من الإسلام أصلا. كيف سيصلي؟ كيف سيصوم؟ كيف سيزكي؟ كيف سيحج؟ كيف سيعرف معظم أحكام الإسلام؟ فلما تقول لي أنا مسلم بس منكر للسنة النبوية، العب غيرها. أنت خلاص، أنت بإنكارك للسنة لم تعد مسلما. يعني ما معنى إنكار السنة؟ لما تقول أنا غير مؤمن بالسنة، معناته أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله أنا غير مؤمن بك. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامك، لأن هي ما معنى السنة؟ السنة هي قول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. لما تخيل لو الآن موجود الرسول صلى الله عليه وسلم موجود أمام منكري السنة، هل سيقولون له نحن غير مؤمنين بكلامك الذي تقوله؟ هذا كفر، هذا هو الكفر أصلا. فبالتالي لما أنت تنكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنت كفرت به، كفرت بصاحب الرسالة. فلذلك بإجماع علماء المسلمين عبر التاريخ، بإجماع علماء المسلمين عبر التاريخ، الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن ملة الإسلام، لم يعد مسلما. أما الطائفة هذه التي خرجت وتزعم أنها تؤمن بالقرآن فقط، فهؤلاء ملاحدة أصلا، يعني زي إبراهيم عيسى، شحرور، كيالي، غير هؤلاء ملاحدة. هؤلاء ملاحدة ولكنهم يستخدمون أسلوبا غير أسلوب الملحدين الظاهر. كيف؟ هؤلاء أدركوا أنهم لو صرحوا بإلحادهم سينفر المسلمون منهم، المسلمون سينفرون منهم. تخيل أنت تجي أمام مسلم هكذا تقول له أنا ملحد وأدعو إلى الإلحاد، النتيجة ماذا ستكون؟ هذا الملحد هذا المسلم سينفر منك، لن يتقبل منك أي كلمة. لكن هم لعبوا لعبة أخرى، هم في أنفسهم ملحدين، لكنهم يتظاهرون نحن بس ضد التراث، ضد السنة، بس نحن نعظم القرآن، نؤمن بالقرآن. ولو سألتهم عن تطبيق القرآن والله ولا واحد منهم يجرؤ يطبق القرآن الكريم. هؤلاء ولا واحد منهم يجرؤ يطبق القرآن الكريم. فبالتالي هؤلاء أساسا ملاحدة، ولكنهم يتظاهرون بأنهم قرآنيون يحبون القرآن وكذا من أجل اصطياد الفريسة المسلمة، فيجعلون المسلم ملحد دون أن يشعر. هذا هدفهم. هل قصدك من إخواننا الشيعة؟ الشيعة دوامة واحدة. أنا أتكلم عن منكري السنة. الشيعة مهابيل وحدهم أصلا هؤلاء، لكنهم طيبون شيخنا. طيبون جدا، زي طيبتك أنت والنصارى والحروب الصليبية. حبيبي يا شيخ، هذا كرم. شيخنا يعني حبيب من الطيابة لين دمرتم الدول العربية ودمرتم قتلتم المسلمين وارتكبتم جرائم في حق المسلمين. طيبون جدا أنتم. من شيخنا؟ من؟ النصارى؟ جدي هو الذي قام بالحروب الصليبية. الصليبيون بعد الفتوحات شيخنا. بعد الفتوحات. يا ريتهم تعاملوا زي ما يتم التعامل مع الفتوحات. الفتوحات الإسلامية حررتكم من دعس الرومان كانوا داعسين عليكم في الشرق الأوسط. يعني الأقباط النصارى كان المقوقس مستعبدهم، كان المقوقس داعس عليهم، كان المقوقس يتسلى بهم، لدرجة أن باب الكنيسة بنيامين كان هاربا في الصحراء 13 عاما. من الذي أعاده إلى كنيسته؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. يعني الفتوحات الإسلامية أعادت لكم كنائسكم،
أعادتكم إلى أعادت البابا بتاعكم إلى كرسيه الباباوي. يعني أنتم مفروض الآن تعملوا تمثال لعمرو بن العاص، بدل ما تعبدوا يسوع تعبدوا عمرو بن العاص. لكن تحت حكم الإسلامي. اسمعني هو طبعا في الحالتين لا يجوز عبادة البشر، لكن أنتم عابدين بشر. مفروض الأحق بالعبادة هو عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص هو الذي أنقذكم من الإذلال والمعاناة والاضطهاد والدعس. من الذي أعاد البابا بنيامين إلى كرسيه الكنسي في مصر؟ أليس عمرو بن العاص ولا يسوع؟ لا، مش يسوع. الذي أعاده إلى كرسيه البابوي هو عمرو بن العاص. نعم. طبعا يا إخوة أنا يعني أقوم بذلك مزاحا، يعني لا يجوز أكيد طبعا عبادة البشر، بس هم مش هامهم لا عبادة البشر، هم بيعبدوا القديسين وبيعبدوا يسوع. لا نعبد القديسين وحاشا. لا نحن أنت بروتستانتي أنت؟ نعم. أنت بروتستانتي، بس الأكثرية اللي هم إخوانك الأرثوذكس للأسف والكاثوليك يعبدون القديسين. لذلك يا ريت الحروب الصليبية تعاملت مع المسلمين مثل ما تعاملت الفتوحات الإسلامية. شيخنا، أين مصر القبطية والسورية السريانية هويتها الأصلية؟ لم أسمع. المصر القبطي أين ذهبت؟ والسورية السريانية من بعد الفتوحات موجودون. وأنت قاعد موجود، مش أنت سوري أنت؟ لا أنا لبناني. لبناني. السوريين السريان موجودين، والاشوريين في العراق موجودين، والأقباط استناني والأقباط موجودون بس ليس لهم حكم شيخنا. ان شاء الله حاب يعني تقعد حاب مثلا مصر يقعد رئيسها نصراني مثلا وسوريا رئيسها نصراني؟ لا شيخنا، فلسطين محتلة، نحن ضده لأنه يحتلونه اليهود. يا هارون فهمني، انت قاعد نط زي الكنغر. خلينا في نقطة معينة. خلاص ما حنحكي عن الإسلام. انت قلت غير موجودين في الحكم. يعني كيف غير موجودين في الحكم؟ ماذا تريد يعني بالضبط؟ يعني مضطهدون. من هم المضطهدون؟ الأقباط في مصر. يا عيني صح والله، مضطهدون جدا. لذلك كل يوم يبنوا في كنيسة، وكل يوم يسرقوا في أراضي بهكتارات، يعني شيء مهول جدا. موجودين يمارسون طقوسهم، ما فيش واحد منحهم، ويحتفلون بأعيادهم ما فيش واحد منحهم. وفي قساوسة في داخل الكنائس، يعني يلمحوا للإساءة للإسلام، وما فيش واحد اضطهدهم. وين مضطهدين بالضبط؟ وين انت؟ شو تعريفك للاضطهاد؟ انا بس انا اريد ان اعرف شيئا واحدا. ما تعريفك للاضطهاد؟ يعني احتفالات وقاعدين تحتفلوا، وكنائس قاعدين بتبنوا، وقساوسه قاعدين بيسرقوا اراضي هكتارات بكميه هائله. انا ضد. اسمعني وتمارسوا في طقوسكم الدينيه بشكل طبيعي. يعني حتى رئيس الدوله بيهنئكم. ماذا تريدون اكثر من ذلك؟ يعني نزوجوكم على حسابنا مثلا. هذا رئيس الدولة هو مسلم؟ نعم. هل هو مسلم؟ من هو هل هو مسلم؟ رئيس الدولة المصرية. انت ايش دخلك بيه؟ انت مسلم ولا غير مسلم؟ انت قاعد تسأل في امور سياسية ولا قاعد تسأل في الدين؟ الدين والسياسة واحد. انت ما علاقتك به. خليه في حاله وانت خليك في حالك. انت خليك في نفسك. انت كافر ولا مسلم؟ انت ما لك علاقة بأي واحد ثاني. انت خليك في نفسك انت. انا مسلم. انت ايش؟ الدين عند الله الإسلام تقولون، بنظرك كلنا مسلمون. لا، مش كلكم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى إن الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى من المرء الإسلام. فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب نرجع حديثنا شيخ. أنا هون لا أتنور، أنت تنورني يعني. عن آية بالقرآن: ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبهت لهم. نعم. فيك تعطيني الدليل من القرآن أو من السنة من هو الشبيه؟ طيب تمام. أولا خلينا نقاعد إلى قاعدة، ألا وهي: هب أنك أنت عرفت اسم الشبيه الآن، ما الذي زاد في عقيدة المسلم وما الذي نقص من عقيدة المسلم؟ ما الفائدة؟ اسمعني بس، ما الفائدة من معرفة اسم الشبيه؟ طيب والله وتالله وبالله لو أن القرآن الكريم ذكر اسم الشبيه، هل خلاص يعني كلكم ستعتنقون الإسلام؟ لا والله، بل ستقولون: وين عاش هذا الشبيه؟ أين ولد؟ وفي أي عام توفي؟ كم له من الأبناء؟ هل هو مطلق ولا أعزب ولا متزوج؟
وقبل أن يشبه به. هل كان قد أكل أكلا دسما أم خفيفا وكان عامل رجيم؟ حتبدأ تخترعوا في الأسئلة. لذلك منهجية القرآن الكريم يا هارون منهجية واضحة جدا. الأشياء التي لا فائدة منها والتي ليس فيها علم ينفع ولا جهل يضر لا تذكر. القرآن الكريم ليس كتابا سجلا مدنيا يقول لك فلان ابن علان ابن تلعان أو ابن علتان. القرآن الكريم كتاب هداية. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن الكريم ما ذكر اسم أبو بكر الصديق ولا عثمان بن عفان ولا عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب ولا أسماء أمهات المؤمنين اللي هن أفضل بمليون مرة من الشبيه وغيره. ليش؟ إن القرآن الكريم مش سجل مدني عشان يذكر لك الأسماء. الصحابي الوحيد الذي ذكر بالاسم في القرآن الكريم هو زيد بن ثابت، وذكر لسبب معين لأنه يتعلق بأمر تشريعي يتعلق بالتبني، وإلا ما ذكر. فالقرآن الكريم لا يذكر مجرد الاسم هكذا، لأن المسألة لا تنفع ولا تضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، القرآن الكريم بكل وضوح نعم لم يذكر اسم الشبيه. وهل عدم ذكر الاسم ينفي القصة؟ هنا عشان يركزوا معي إخواني المسلمين جميعا وحتى النصارى يركزوا معي. هل عفوا أنا قلت زيد بن ثابت وزيد بن حارثة، ركزوا معي جيدا يا إخوة. هل عدم ذكر اسم الشخصية ينفي القصة؟ الإجابة قولا واحدا لا. عدم ذكر الاسم لا يغير شيئا في القصة ولا ينفي القصة. الدليل على ذلك كتاب النصارى كتبته مجاهيل، مش معروف من كتب كتاب النصارى. أنت لن تستطيع الآن أن تثبت لي أن إنجيل يوحنا كاتبه يوحنا، ولا متى كاتبه متى، ولا مرقس كاتبه مرقس، ولا لوقا كاتبه لوقا. هذه الأسماء وضعت في القرن الثاني الميلادي كي لا تبقى هذه الأناجيل بلا أسماء. النقطة الثانية، حتى لو فرضنا أن كتبت هذه الأناجيل هم يوحنا ومتى ومرقس ولوقا، سلمنا بذلك جدلا، من هو لوقا؟ أتحداك تعطيني الاسم الرباعي أو الثلاثي أو الثنائي للوقا. أتحداك تعطيني الاسم الرباعي أو الثلاثي أو الثنائي لمتى. أتحداك تعطيني الاسم الرباعي أو الثلاثي أو الثنائي ليوحنا أو مرقس، غير معروفة أسماء. هذا أمر. الأمر الآخر، خليني أسألك سؤال يا هارون وجاوبني عليه بشكل مباشر. حسب القصة المذكورة في كتابك أنتم تقولون أن يسوع المسيح علق على الصليب، صح؟ نعم. وفقا للقصة كان هنالك لصان بجانب يسوع المسيح، صح ولا لا؟ نعم. حلو. واللص الذي على اليمين ماذا قال له يسوع المسيح؟ اللي باليمين قال له أول شيء اللي قال له إذا أنت إله خلص نفسك. لا، ما قال له هكذا. بس أخبرني ما الذي قاله يسوع للص الذي على اليمين؟ اليوم سوف تكونوا معي في الفردوس. ممتاز، صحيح الإجابة. شو اسمه هذا اللص؟ مكانته عظيمة، صح؟ سيكون مع يسوع في الفردوس، صح؟ نعم شيخنا، المسيح حكى على الصليب يعني. دقيقة بس، اذكر لي اسمه وطلع لي اسمه من الأناجيل. هلا هو منه ضروري لأنه منه المسيح الذي ينصلب. منه ضروري بس الشبيه ضروري. ها؟ أما واحد مع يسوع في الملكوت وفي الفردوس منه ضروري، بس الشبيه اللي ملوش أي لازمة عندكم أصلا ضروري صار حاليا، صح؟ شيخنا كتير عم بيحطوا لي كتم، أنا بحترمك وما عم بحكي. يا بس عشان الصدى فقط. على فكرة اسم الشبيه مذكور في كتابك. ها؟ والله ما بعرف، هلا أنت عم تقول لي. يلا هنطلع لك النص. اسم الشبيه بالتحديد مذكور في سفر راعوث 4 الإصحاح الأول. هوتا الإسخريوطي؟ لا اسم الشبيه يا إخوة استعدوا، في كتاب النصارى مذكور. وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر فقال: مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني، فمال وجلس. هو فلان الفلاني هذا المذكور في كتابك هو الشبيه. إذا عرفت اسمه حقول لك الشبيه. يلا. شيخنا عن شو عم يحكي هيدا الآية؟ كان يحكي عن فلان الفلاني. بس ماذا جرى الحوار هون؟ ما كان الحوار جرى عن فلان الفلاني. ايه اللي هو الشبيه. بنورنا أكتر يا شيخ. الفلان الفلاني نحن ما بنفهم بالألغاز. هو هذا كده نص كتابك، مش أنا اللي قلت كلمة فلان الفلاني.
كتابك هو الذي قال ذلك. خليني أعرض لك. أنت شكلك ما كنتش متبع في متبع النص. طلع اسم الشبيه مشهور يا شيخ، في كثير يسموه فلان الفلاني. ها شفت يا فلان الفلاني. ها عم يجي هدايا شيخ، عم يجي هدايا على النص. علي ايدك شوي اكثر. اسحب الشاشة من اليمين إلى اليسار تظهر لك شاشة كاملة يا هارون. شكرا. نعم، هو فلان الفلاني هذا اللي كتابك ما ذكرش اسمه هو الشبيه. هتقول لي شو اسمه؟ هتقول لي شو اسمه؟ أقول لك هو فلان الفلاني. لما تعرف من فلان الفلاني المذكور في سفر راعوث 4:1 أقول لك من هو الشبيه. شيخنا لماذا أخذت هذا النص؟ يمكن محرف هذا النص. يمكن ماذا؟ إنه محرف هذا النص. ليش أنت تؤمن إن كتابك محرف؟ لا بس أنت تؤمن. طب أنت إيش مالك ومالي؟ أنت تؤمن إنه محرف؟ يعني كيف تاخذ هذا النص بتقلي الفلان الفلاني وهناك يقول المسيح نعم. أخذت هذا النص لإقامة الحجة عليك لأنك أنت اللي مؤمن بهذا الكتاب. أنت منك مؤمن؟ لا طبعا مؤمن به إنه محرف. وكيف القرآن أيد التوراة والإنجيل إذا محرف؟ القرآن الكريم تكلم عن إنجيل نزل على عيسى عليه السلام، أوحاه الله عز وجل على عيسى عليه السلام. عندك إنجيل أوحاه الله على عيسى عليه السلام؟ لا، كتب في الأيادي. خلاص، القرآن يتكلم عن إنجيل غير الذي بين أيديكم. طيب بس القرآن الكريم واضح. نعم، القرآن الكريم واضح يقول أنه أوحى كتابا اسمه الإنجيل إلى عيسى عليه السلام، أنزله عليه من السماء، كتاب آتاه لعيسى عليه السلام. أنتم اللي عندكم ما فيش حد عندكم اسمه عيسى أصلا، تنكروا الاسم أساسا، وأساسا مستحيل تقولوا أن في كتاب نزل على المسيح لأنكم ترون أن المسيح إلها. وإضافة إلى ذلك أن الكتب التي بين أيديكم اسمها إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، سفر أعمال الرسل، رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الثانية، رسالة يوحنا الثالثة، رسالة يهوذا، رسالة يعقوب، رسالة بطرس الأولى، رسالة بطرس الثانية، سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. هذا غير الرغاي بولس اللي عنده 14 رسالة أصلا وحدها. هذا كله ما تكلم عنه القرآن الكريم. القرآن الكريم تكلم عن كتاب واحد أوحاه الله إلى عيسى عليه السلام. دخلنا نحن بهذه الكتب. بس شيخنا الرسالة هو مثل الأحاديث عندكم، رسل كتبوها. دخل يا هارون، انت مش عارف، عندك قفز عجيب غريب. نحن نتكلم ان الكتاب الذي تكلم عنه القرآن الكريم الانجيل غير الكتاب هذا اللي بين يديك انت اليوم. ايش دخل الاحاديث وش دخل؟ ما بك انت كنت ارنب زمان وتطورت ولا شنو بالضبط؟ انت كنت ارنب وتطورت؟ لا ما بآمن بالإلحاد أنا. طيب كنت كنغر وتطورت؟ ما بآمن بالإلحاد. من القفز هذا منين متعلم انت؟ هذا القفز هلا بنشوف. شيخنا طيب القرآن ورش وحفظ وقولون ما هم؟ وشنو؟ نورني شيخ. القرآن الحفظ لا. ورش قولون. قولون نعم موجودين. قسما بالله حتجيب لي القولون انت. عصبي يا هارون. يمكن شيخنا، بس انه انا سامع عنهم هدول. يعني علموك دقيقة. نعم. بس علموك في الكنيسة هكذا؟ لا بالكنيسة ما بنحكي عن الإسلام أو عن اليهود. يا عيني صح، أنتم طيبين جدا، ما بيجيبوش سيرة الإسلام أبدا في الكنائس. بحكيك الحق، أنا معي ولا مرة صارت شيخنا، وقليل ما أروح على الكنيسة، قليل ما أروح على الكنيسة. هيدا والله الله شاهد. يعني المسيح نهاك عن الحلف في كتابك على فكرة. إسلامية مع أخواننا ايش دخلت بإسلامية؟ أنت مش نصراني، أنت مش نصراني. ما في خبز وملح بيناتنا. حنخلوا الأكل صامت مرة ثانية عشان ما فيش فيه ملح خلاص، عشان تريح من الموضوع. طيب يا هارون، أنت يعني قالون قلت عليه قولون، بالله عليك كيف سأشرح لك القراءات أنا؟ هلا شيخنا منيح عم بحكي عربي أرمني يعني. منيح عم تحكي عربي. على كل حال اسمه قالون وليس قولون. ايه طيب ما شو هيدول يا شيخنا؟ نعم فيك تفسرنا نحن النصارى؟ نورنا. هذه قراءات قرآنية أوحاها الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت إلينا بالسند المتواتر المتصل. هذه اسمها القراءات العشر المتواترة، أوحاها الله عز وجل، كلها أوحاها الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلت إلينا بالسند المتصل المتواتر. معنى متواتر يعني نقلت هذه القراءات
جمع عن جمع عن جمع، استحالة تواطؤهم على الكذب. هذا تعريف التواتر يعني. شيخنا بس بيقولوا في آيات ناقصة، فينا نبحثها؟ هارون لا يوجد آيات ناقصة ولله الحمد. القرآن الكريم 114 سورة كاملة. انظر إلى جميع المصاحف في الدنيا ستجد 114 سورة. اللي ناقص واللي محذوف منه هو كتابك وليس القرآن الكريم. يعني أنت كبروتستانتي الآن نصراني تابع للطائفة البروتستانتية، أنت تؤمن ب66 سفرا. إخوانك الأرثوذكس والكاثوليك يؤمنون ب73 سفرا. إخوانك الأرثوذكس الأحباش يؤمنون ب81 سفرا. واحد عنده 81 ومجموعة عندها 73 ومجموعة عندها 66، وكل واحد يغرد في جهته. فاللي فيه حذف واللي فيه إضافة هو كتابك. يعني أنا أعطيك مثالا على يعني نص مضاف في كتابك اللي هو نص الفاصلة اليوحنوية. هذا نص مشهور في كتابك في رسالة يوحنا الأولى 5:7، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هذا النص باتفاق علماء النصارى ليس موجودا في أي مخطوطة لكتابك قبل القرن 16. يعني هذا النص انضاف بعد القرن 16 ميلادي. يعني أنت تخيل من القرن الأول إلى القرن 16 16 قرن النصارى مش مؤمنين بهذا النص، مش موجود. بعدين بعد القرن 16 أضيف هذا النص من جديد في التراجم. بعدين انتبهوا له علماء النصارى فقاموا بحذفه من معظم التراجم. حذفوه من الترجمة الرهبانية اليسوعية، وحذفوه من الترجمة الكاثوليكية، وحذفوه من الترجمة البوليسية، وترجمة الأخبار السارة، وترجمة الحياة حذفوه. فقط موجود في ترجمة الفان دايك، وباقي التراجم كلها حذف منها هذا النص. أضف إلى ذلك أن التراجم الأجنبية الإنجليزية الفرنسية الألمانية كلها حذفت هذا النص اللي هو في رسالة يوحنا الأولى 5:7 المشهور بالفاصلة اليوحنوية. وباعتراف علماء النصارى أن هذا النص أضافه النساخ. عشان يجيك واحد نصراني يعني حافظ مش فاهم، حافظ السؤال اللي محفظينه له في الكنيسة محفظته، لما يجيك مسلم يسألك الكتاب بتاعنا محرف، اسأله هذا السؤال مين اللي حرفه. يعني حاسين ان هذا السؤال حيفهمنا، حيخلينا يعني الله أكبر نفهمنا. اللي حرفوه هم النساخ. يلا خذها بسيطة، اللي حرفوا كتابك يا نصراني هم النساخ. طبعا في متهمون أخرى يعني آخرين بالحذف، لكن أشهر المحرفين هم النساخ. فبلاش الأسئلة التقليدية اللي محفظينها لكم في الكنائس، مين اللي حرفه وإمتى حرفه وكان بيأكل إيه اللي حرفه وكان جالس فين اللي محرفه وكان متجوز ولا أعزب اللي حرفه. تفضل يا هارون. شيخنا إذا النساخ اللي نسخوا، طيب عثمان لماذا حرق من بعد المصاحف من بعد الموت الرسول وجمعهم؟ عثمان رضي الله عنه يا هارون لم يحرق القرآن، ولا يستطيع أحد حرق القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم محفوظ في صدور المؤمنين. يعني حتى لو افترضنا اليوم مثلا كل المصاحف اختفت من على وجه الأرض، لا يؤثر شيئا إطلاقا. سنعيد كتابة القرآن من جديد ونجمع، ما أقول لك القراء الكبار والمقرئين الكبار، لا، نجمع الأطفال في الخلوات وفي الكتاتيب، وسيعيد بإشراف قارئ، وسيعيدون كتابة القرآن الكريم في ظرف أسبوع. ليش؟ لأن نحن نحفظ القرآن في صدورنا. شوف الإبداع في صلاة التراويح، الحفاظ ما شاء الله تبارك الله. شوف الإبداع كيف يعني شهر كامل يسمعون القرآن من رؤوسهم، ونادر ما يخطئون، حتى إذا أخطأ في من يصحح خلفه. لكن لو افترضنا أنت كتابك يعني التوراة والإنجيل الموجودة اليوم، تمام، افترضنا أن هي نسخ التوراة ونسخ الإنجيل اليوم اختفت من العالم، اختفت خلاص، تمام، ماذا ستفعلون؟ أنتم كنصارى لن تفعلوا شيئا إلا واحدا، يا لهوي ويا لهوتي بكل بساطة. ليش؟ ما فيش واحد منكم حافظ كتابه، أنتم معتمدين على النسخ الموجودة. يعني لو هذه النسخ ضاعت، ولا حتى موعظة الجبل مش هتقدروا تكتبوها من جديد. موعظة الجبل اللي نفخين روسنا بيها، ولا تستطيعون إعادة كتابتها إطلاقا.
نيجي لعندك نفس شيخ، الشيء انت حافظ ونفس اسم الله في الشيء الصدور. لا أنا حننكر فيكم ومش حنكتبه من جديد، خليكم في حيرتكم. تمام. ونفس الشيء مع اليهود في التوراة، ولا يهودي حافظ التوراة. أنا نكتب لكم نشيد النشاد بس طبعا، ولا يهودي حافظ التوراة. انت حافظ نفس شيخنا الانجيل والتوراة. اصبر، نفس الفيلم ونفس المطب سيقع فيه اليهود كذلك. أما عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يحرق القرآن الكريم. عثمان رضي الله عنه كانت في مصاحف فيها آيات منسوخة وفيها تفسير وفي آيات قرآنية، فلكي لا يختلط هذا على المسلمين الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام حديثا، ما يعرفوش يفرقوا بين التفسير والآية والآيات المنسوخة، فالمصاحف التي فيها تفسير وفيها آيات منسوخة ومختلطة بآيات القرآن الكريم، هذه المصاحف أحرقها، وأبقى فقط المصاحف التي لا يوجد إلا فيها آيات قرآنية فقط. لأن زمان الصحابة ماذا كانوا يفعلون؟ حين كانوا يكتبون الآية يكتبون بجانبها شرح، أو يكتبون الآيات التي نسخت رفعها الله سبحانه وتعالى فيكونوا قد كتبوها ومشلوها. فلذلك كي لا يختلط هذا على المسلمين الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام، أبقى سيدنا عثمان على نسخ المصاحف التي فيها فقط الآيات القرآنية في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقط هذه التي أبقاها. وهذه المصاحف التي أبقاها سيدنا عثمان كانت موجودة عند الصحابة، وهذا الفعل الذي فعله عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة أساسا، باتفاق الصحابة كلهم مجمعون على هذا الفعل أنه صواب. على كل حال شكرا على الحوار يا هارون، تصبح على خير.